السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يعين الكل فعلا على الغلا مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعي. ربنا يعين الكل. بس احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر ونظبط امورنا في الميزانية بتاعتنا مهما كان الغلا. معلش هنستحمل شوية، معلش هنحاول نظبط أمورنا، لأن ده أمر واقع الكل فيه. فانت بقى بشطارتك في بيتك حاولي بكل قوتك ان انت تظبطي أمورك وتظبطي نفسك، علشان بس ان احنا نعدي من الفترة الصعبة دي. يا رب اللهم آمين. بصوا، انا عملت شوية مشتريات وفرست شوية حاجات فيها اقتصادية شوية. اولا جبت 3 فرخات وعليهم نص كيلو كبد وقوانص، وكانت عندي حبة كبد وقوانص. المهم ال3 فرخات والنص كيلو بكام؟ ب 800 جنيه. هنعمل او نوفر منهم حوالي 8 وجبات. طبعا مش هتبقى كل الوجبة، معلش يعني انا هتكلم بصراحة، مش زي بقية الناس اللي بيعملوا من البحر طحينة وكله كذب. قسمت ال3 فرخات، انا قطعت الفراخ معاكم قبل كده في كذا فيديو. هنا دولت شلت ال5 دبابيس والرقب والجناحة، وبقيت اللي وراك بقيت 5 توراق في وجبة، ودي وجبة، ادي وجبتين. اخدت الكبد والقوانص طبعا على بعض، دولت 3 وجبات. اخدت ال3 صدور بقى اللي هنشتغل بيهم شوية، ادي صدرين، والصدر التاني حطيت معاهم الورك. كل صدر من دولت هعمل بيهم وجبتين، وهنشوف مع بعض ازاي. انا مش بتكلم كلام وخلاص، احنا هنشوف مع بعض. انا مش زي بقية الناس اللي بيقعدوا يقولوا كلام وخلاص. اخدت برضو الصدر والورك وهعمل بيهم كفتة فراخ، والله هعمل بيهم كمية حلوة جدا، وفي نفس الوقت الطعم حلو وهيبسط ولادك. مش هنعمل حاجة من فراغ، وكمية تكون مظبوطة. مش هلاقي واحدة عاملالي مناب نص رقبة وتقولك انا كفيت بالفرخة 100 واحد وواحد. لا، معلش لازم نكون واقعيين. وكمان انا مش بقول ان دي سعر الوجبة، لا، في حاجات جنبها كمان، والاسعار فعلا غالية. ربنا يعين الكل يا رب. هنشوف مع بعض ازاي قسمنا تفريزات الفراخ، وازاي فرمنا الفراخ في الصدور ومع الوراك، وازاي هنعمل بيهم الوجبات حالا. وكل ده انا عملته في فيديوهات قبل كده معاكم. بصوا يا حبايبي اهوت. انا بالنسبه لل5 توراق زي ما قلت لكم، ادي شلت منهم الدبابيس اهو، الدبابيس اللي انا شلتها منهم. وعملت كمان الكبد والقوانص، دي هتبقى وجبه زي ما قلت لكم. والوراك اللي انا شايله منها الدبابيس دي هتبقى وجبه. بالنسبه للحاجات اللي انا فرمتها، هنا عملت طبقين من كفتة الفراخ، ودولت بالصدر والورك اللي انا وريته لكم. وكمان عملت كفتة فراخ مقرمشة، او زي ما تسميها بانيه الشركات، وده برضو انا عملته معاكم في فيديو قبل كده. والله كمية جميلة جدا، دي بصدر فرخة واحدة، وكانت لذيذة جدا جدا جدا، مع رز بسمتي، مع شوية سباكيتي، مع اي نوع من انواع المكرونات بتستخدميها. اصل انت لازم تعملي الوجبة تكفي اولادك. مش زي بقية الناس هقولك إن نص الرقبة تبقى مناب. وفي نفس الوقت بتحاولي بقدر الامكان ان انت تطلعي اكبر كمية ممكنة ومناسبة، وكمان طعم حلو ما ضيعش طعمه في الوجبات بتاعتك. الصدر السليم ده انا هعمله استريبس، وانا برضه عملت معاكم الاستريبس قبل كده. تعمليه سندوتشات، تعمليه في قلب بيتزا، تعمليه في قلب كريب، زي ما انت عاوزة. ظبطي ولادك وابسطيهم. جبت كمان
2 كيلو من اللحمة قسمتهم على 4 أطباق. اللحمة السليمة أنا جايبة الكيلو ب380 جنيه. وجبت كيلو ونص من اللحمة المفرومة، دي برضو فيها إبداعات كتير جدا، وأنا نزلت لكم اللحمة المفرومة دي إزاي نعمل منها وجبات بكميات كبيرة تكفي كل أفراد الأسرة، وفي نفس الوقت تبقى حلوة ولذيذة ما نضيعش طعمها. الكفتة أو اللحمة المفرومة دي العبي بيها زي ما انت عاوزة، وأنا عملتهم في فيديوهات كتير. جبت كمان 5 كيلو من الرز، الكيلو ب24 جنيه. انا عارفة ان انا الاسعار غالية، ربنا يعين الكل يا رب. وجبت كمية من المكرونات، 9 أكياس نوعتهم، الكيس ب13 جنيه ونص، دوت 400 جرام. جبت اللي هي الصغيرة المرمرية، وجبت كمان المعوجة، وكمان جبت اسباجيتي، ده بيكفوني فترة كبيرة جدا. وطبعا لقيت نوع من انواع المكرونة اللي هي السايبة بس نوعها حلو انا بحبه. جبت كيلو من المعوجة، وجبت نص كيلو من الاقلام، ده هعمله صينية. جبت 2 كيلو من الدقيق، الكيلو كان قاطع 34 جنيه. بقولك يا رب يعين على الغلا، يا رب يا رب يعين على الغلا. جبت ازازتين سلايت، الازازة ب60 جنيه، ازازتين زيت. وجبت ازازتين زيت آلية نوع حلو برضو، الازازة ب55 جنيه. ده كان نازل عليهم عرض. وجبت قلبين، القالب ب160 جنيه، قالب زبدة خيرات مكة نوعها حلو جدا، بسيحهم وبيقعدوا معايا الشهر. وكمان جبت البقسماط دوت. جبت ربع كيلو عدس ب14 جنيه، عدس بجبة، وكمان ربع كيلو عدس أصفر، الربع كيلو ب14 جنيه. بالنسبة للمنظفات اللي كانت ناقصة عندي الشهر ده، جبت معطر ب35 جنيه، بيدي ريحة حلوة وكمان مطهر في المسح. وجبت دوني ب65 جنيه. وجبت فيبة للمواعين ب95 جنيه. نص كيلو فول للدميس ب22 ونص، هو اللي كان الفلفل غالي شوية. جبت الربع كيلو ب110، بس ده بيقعد عندي فترة كبيرة جدا، ما بيجرالوش حاجة لأنه كان حصى. جبت نص التمن من الكاري ونص التمن من الكركم، الاتنين ب25 جنيه. بيكنج باودر وفانيليا، لأن أنا من النوع اللي بحب المعجنات شوية. جبت كيلو من الرز البسمتي، كل نص لوحده ب68 جنيه الكيلو، الكيسين ب68 جنيه. وقطع معايا النص كيلو 34 جنيه. زي ما قلت لكم فعلا ربنا يعين الكل على الغلا اللي مش طبيعي ده. الحاجات ديت الى حد ما بتكفي الشهر، طبعا غير حاجات السوبر ماركت، البيض، غير الحاجات العشاء والفطار. انا ما وردتكوش بس غير نص كيلو من الفول للدميس. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، نكمل معاكم التقسيمات بتاعتنا. سلام عليكم، اشوفكم على ألف